التوقيت اللي فيه طفل بيتعرض لاحساس ان هو الناس متعاطفه معايا، بس انا حاسس طول الوقت ان في حاجه ناقصه، في مشكله حاصله، في حاجه اكبر ومش عارف اعبر عنها، فبتتغلب عليها بطفل بينام بالليل بيعيط وبيصحى يمارس حياته. معرفش بقى هل في التوقيت ده كان فيه مساحه انك بقيت عدواني زياده، بقيت مثلا جاف في مشاعرك، بقيت اناني، يعني ظهر عليك صفات معينه في التوقيت ده؟ طبعا. انا كان الوجع اللي جوايا ده محولني لطفل شرس جدا، لا يقبل النقد، بيحاول دايما يجذب انتباه كل الناس عشان يقول لهم انا موجود. الحقيقه يمكن حتى الناس اللي كانت بتطبطب عليا كنت انا بسبب لها اذى بسبب الاحساس ده. مين الشخص اللي انت في المرحله دي كان بيحتوي بطريقه انسب ليك او بطريقه مناسبه ليك؟ خالات، عمات، جد، جده، كان مين في المنطقه دي؟ جدتي الحقيقه. جدتي، وجدتي بين قوسين هي واحده ست بتشع حنان ما شاء الله، وبتشع طيبه. هي ست بسيطه جدا، اصلا ست فلاحه. يمكن ما كنتش بقول لها جدتي، كنت بقول لها يا ستي. طبعا. وستي كانت كمل الكلام انها ست، يعني انت بتحكي، اتفضل. ستي كانت ام لناس كتيره قوي حتى غير ولادها. فهي ست ام بالفطره وبالخبره. كانت الحقيقه هي اكتر واحد بيطبطب عليا، بس الوجع اللي جوايا كان حتى بيخليني انا اذيها. بس هي طبعا اللي هي قدمته ليا خلتني احس لما اكبر ان هي دي امي، ان هو ده كان شكل الحنان اللي انا عايزه، بس ما كنتش عارفه اتصرف معاه، ما كنتش عارفه اتعامل معاه صح. كان فقدان امي عاميني من ان انا اشوف اي حنيه تانية. مفيش طبعا. طب فاكر التصرفات اللي كنت بتعملها معاه؟ يعني انت قادر تصنف كطفل عنده 5-6 سنين ايه انت وصفت كذا مره ان تصرفات حضرتك كانت فيها عنف مع اي حد بيحاول يديك عواطف. ايه شكل العنف ده؟ كنت بتتصرف بشكل عامل ازاي؟ فاكر مواقف بعينها؟ فاكر مواقف كتير قوي. يمكن ابسطهم ان انا كنت بسرق الفلوس من السياله بتاعتها. المواقف الحقيقه ما تتعدش، بس كانت بتعرف وبتحاول ما تبينش انها عرفت. هي اكتر حد دار عليا في الدنيا في الوحش قبل الحلو.